السلام عليكم ورحمة الله. من القصص العجيبة في معاهدة كتاب الله عز وجل، أذكر أن أحد كبار السن لا أعرفه في أحد المناسبات سلم علي وأبى إلا أن يقعدني بجواره، وبدأ يسألني عن بعض الآيات المتشابهة اللفظية، يعني لا أذكر أن شيبا كبيرا في هذا السن يسألني، فتعجبت من ذلك، فقلت له: أنت تحفظ القرآن؟ فأبى أن يجيب. فلما انتهى من الأسئلة وأجبته بعضها وبعضها لم أعرفها لأنها كانت دقيقة، تذكر منها قال: في سبيل الله تقدمت على أموالهم وأنفسهم، أي والعكس، وهكذا. الحاصل أنني سألته من المتشابهات، وسألته يعني متفرق من هنا وهناك، فرأيت أن الرجل حافظ كتاب الله عز وجل، فأجابني بعد ذلك وقال: سأخبرك بشيء لكن لا تخبر به أحدا إلا إن توفاني الله عز وجل. فهو توفى قبل سنوات رحمه الله عز وجل. فقلت له: ما شأنك مع القرآن؟ قال: أنا لم أحفظ القرآن إلا بعد أن تجاوزت 40. يقول: كنت مشغولا في أولادي وفي التربية وفي طلب الرزق لهم، وهكذا لما كبروا تفرغت لكتاب الله عز وجل وحفظته في 2 وأتقنته. قلت: بعد ذلك؟ قال: بعد ذلك أختم كل أسبوع، وأمنيتي في هذه الحياة ألا يقبض الله روحي إلا وقد ختمت 1000 ختمة. قلت: سبحان الله. فلما حسب يعني جاءت الحسبة أنه يجلس 20 سنة على هذا، وتبين يعني بعد ذلك وأخبرني قال: باقي 6 أشهر، وحقق الله ذلك له وختم 1000 ختمة، يختم كل أسبوع ختمة، وزاد عليها ومرض وتوفاه الله عز وجل. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه.